تمام 10 مساء بتوقيت أسمرة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. معكم في جولتها نور الدين خليفة، أبدأها لكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اختتام منتدى شباب الجبهة الشعبية في أوروبا. جمعية المعلمين تعقد سمينارا للمعلمين الطلاب في صعدة كريستيان. طلاب يقومون بأنشطة حماية التربة والمياه. مئات القتلى والجرحى في تفجيرات كنائس وفنادق بسريلانكا. الشرطة في جورجيا تشتبك مع متظاهرين. والصين تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى تأسيس قوتها البحرية. وفي نشرة أنباء أخرى متفرقة إلى حضراتكم الأنباء بتفصيل. اختتم اليوم منتدى شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا ال15، الذي افتتح يوم 18 من أبريل بمدينة لندن البريطانية تحت شعار بناء البلاد في عهد السلام والتنمية، وتضمن مختلف الأنشطة ومحاضرات مهنية بالإضافة إلى سمينارات. وقدم في المنتدى السنوي الذي شارك فيه حوالي 700 من شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وأطفال الأمانة وأعضاء الاتحادات الوطنية المدعوون والدبلوماسيون الإريتريون شرحا من الخبراء الأجانب الناشطين في مختلف المجالات حول فرص الاستثمار في إريتريا، وتقدم أعمال تعدين البوتاسيوم ومجالات أخرى. وقدم مسؤول مركز الخرائط والمعلومات الإريترية المقدم مهندس جيتاتشو مرهاتين توضيحا يعكس التطور الاستراتيجية الوطنية والأولويات وبرامج التطور الاستراتيجية المبنية على الدراسات للمدى القريب والبعيد ومؤشراته المستقبلية. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يامانا جبرأب أن التنسيق بين أنشطة الداخل والخارج لبرامج الإعمار والتنمية يتطلبه عهد السلام الجديد. وقال بتوجب العمل الجاد لتقوية تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجاليات الإريترية والاتحادات الوطنية، وكذلك تطوير أنشطة اللجان الوطنية إلى العمل المؤسسي القوي. وقدم الشباب والمهنيون أوراق عمل حول الانتقال إلى الأجيال الحديثة ومن شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة إلى مجلس الأمن الدولي وتقوية العلاقات الإقليمية ودور إريتريا والشباب الإريتري الناجح. كما قدمت محاضرات لممثلي أطفال الأمانة القادمين من مختلف الدول حول الهوية الوطنية والتاريخ والثقافة والقيم. عقدت جمعية المعلمين بفرع الإقليم الأوسط سمينارا في 20 من أبريل لتعزيز قدرات المعلمين وتبادل التجارب حول العملية التعليمية. وأوضح مسؤول الفرع الأستاذ أفورقي جبرك زابيهير أن عملية المنهج لا تتوقف في أسلوب التدريس، بل على عمل المعلم للتكيف معه، ويتطلب من المعلمين والمدارس التعاضد والاجتهاد بالعمل الجماعي للمصلحة الجماعية. وقال الخبير الأكاديمي في قسم التعليم العام الأستاذ ميكائيل فيساهييه في المحاضرة التي قدمها إن على المعلم الإيمان بالعمل الجماعي والاعتزاز بعمله وتنمية الثقة بالذات في طلابه واتباع حياة خلوقة. وأفادت الجمعية بأن السمينارات المماثلة والأنشطة الأخرى ستتواصل. قام أكثر من 1000 طالب في صعدة كريستيان بمديرية بريخ بنفير لحماية التربة وحفظ المياه في 20 من أبريل، وجاء العمل ضمن برنامج لإصلاح مساحة 70 هكتارا قبل حلول موسم الأمطار. وأفاد ممثل مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد محرة أب بهلبي أن مدرستين ثانويتين ستقومان بعمل مماثل، ويقوم مكتب وزارة الزراعة بتجهيز لوازم العمل. وأشار المعلمون وأولياء الأمور إلى النتائج الجيدة التي يقومون بها في تشجير للطلاب سنويا، داعين لتنفيذ منظم لحملة الطلاب التنموية والمواطنين للتشجير. عقدت شرطة مايمنة سمينارا للسكان والطلاب للتعريف بالقانون ومكافحة الجريمة. وأوضح قائد مركز الشرطة المديرية الملازم أول إندرياس تسفا قرقيس
ومسؤول مكافحة الجريمة السيد عبلولوم تولد برهان في السمينار الذي عقد لسكان عدنالا وطلاب بلدة ميمنة مهام الشرطة ودور المجتمع لمكافحة الجريمة والمخالفات المرتكبة من قبل الطلاب وتأثيرها. ونصح الطلاب لاحترام القانون وأولياء الأمور لبذل الجهد لتجنيب أبنائهم الأعمال المشينة. ودعا المشاركون لاستمرار أنشطة التوعية التي تقوم بها الشرطة بشأن القانون لأهميتها في حياتهم اليومية وأمن محيطهم. من ناحية ثانية، بحث سكان مديرية ميمنة مع مدير المديرية المقدم أبراهام هيلة نواقص الخدمات الاجتماعية وسبل حلها. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية. رجاء ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية إن حصيلة ضحايا التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو ارتفع ليصل إلى 207 قتيل وأكثر من 450 مصابا. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت 7 خلال مداهمة منزل في كولومبو للاشتباه في علاقتهم بالتفجيرات الأخيرة. وأعلنت حكومة سريلانكا فرض حظر التجول بأثر فوري، وذلك في أعقاب سلسلة من التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق بالعاصمة كولومبو. وقالت الشرطة السريلانكية إن انفجارا ثامنا ضرب العاصمة بعد 7 تفجيرات طالت كنائس وفنادق فاخرة. وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار الثامن وقع بعدما أقدم انتحاري على تفجير نفسه في مبنى بضواحي العاصمة، ما تسبب في مقتل 3 من رجال الشرطة. واستهدفت الهجمات أيضا 3 فنادق هي شانغراي لا كولومبو وكينسبري وسينامون جراند كولومبو. ولم يتضح بعد إن كانت الهجمات على الفنادق قد أسقطت قتلى. وقال مسؤولون إن 35 أجنبيا من بين القتلى. قال قائد كبير إن الصين ستعرض سفنا حربية جديدة من بينها غواصات نووية ومدمرات خلال عرض يقام هذا الأسبوع بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء القوات البحرية، وذلك في الوقت الذي تستعرض فيه الصين قوتها العسكرية المجهزة بشكل جيد على نحو متزايد. ويشرف الرئيس شي جين بينغ على خطة شاملة لتحديث جيش التحرير الشعبي الصيني من خلال تطوير كل شيء ابتداء من الطائرات الشبح إلى حاملات الطائرات، مع تعزيز الصين وجودها في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان. وقال تشيو يان بينغ نائب قائد القوات البحرية للصحفيين في مدينة تشينغ داو بشرق الصين إن العرض البحري الذي يقام يوم الثلاثاء سيضم 32 سفينة و39 طائرة. ولياونينغ أول حاملة طائرات صينية، وقد تم شراؤها مستعملة من أوكرانيا عام 1998 وأعيد تجهيزها في الصين. ذكرت محطة تلفزيونية أن الشرطة الجورجية استخدمت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لفض احتجاج نظمه سكان منطقة جبلية احتجاجا على بناء محطة لتوليد الكهرباء بالمياه. وتجمع نحو 300 من سكان منطقة وادي بانكيسي قرب قرية بركياني للاحتجاج على البناء المزمع للمحطة، قائلين إنها قد تضر بالبيئة وترغمهم على ترك منازلهم. وقالت المحطة إن بعض المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة. وأظهرت المحطة التلفزيونية عددا من السكان وبهم إصابات طفيفة جراء الأعيرة المطاطية، وقالت إن بعض أفراد الشرطة أصيبوا أيضا. أظهرت صور تلفزيونية عن انطلاق مهرجان أورورو السنوي في بوليفيا لتحويل رمال المدينة إلى تماثيل، بعضها لحيوانات وشخصيات شهيرة وأخرى لسفينة نوح. ويعمل الكثير من الفنانين في النحت بمواد أخرى ومنها الخشب والرخام، ويقولون إنهم واجهوا تحديات على النحت على الرمال. والمهرجان هو تقليد سنوي استمر لأكثر من 15 عاما ويجذب أعدادا كبيرة من الزوار.
ختام نشرتنا الإخبارية لهذا المساء. مشاهدينا الكرام، تحية لكم من الفضائية الإريترية، إلى اللقاء. سلام كبرات عزبتنا كمي أمسيكم على توزينا سبورت إنهم إرتراوي مرهاو قدوس أبال كلاب أستانا كساتفو زقني نايشدشت مدرخ الزور تركي لومي سنبت تزازيموم نزلنا لومي كابسا كرات بقساب اسطنبول استزازمت ناي 170 4 كيلومتر ناي مود أتا مدرخ أسترالياوي كالب إوان ناي كلاب لوتو سلال ب4 ساعات 10 دقيقة 4 حدن كاليتن قدما كوين تعاوت لام أبزا تقدمتا بساعة 4 حدن 26 كيلومتر إنا تقعزو زازم واشاد شتي زازاميت مدرخ مرهاو قدوس مستا بركت زبلو تقدمتي ناي استفراليو كلابات زحزلت سالسيت قجل بمخاني شمونت كاليت دونجيو ناي مبل 10 شمونت ترتحزو وددرو فتيموم زي يخون بربع حفيشة انكرام إرفراو مرهاو قدوس كابت ب 24 ساعة 53 دقيقة 50 شمونت كاليتن عوت ناي زور تركو زغنا فيليكس غروستا تشارنر 25 كاليت رايت بليصوم ناي سالساي ترتحزوم ناي نطبيت وبماليا ايرلندا وسام بينت ب7 نطبي كعوت لانكلهم ابزا ماليات مال 10 حد ترتحزز نبره إرفراو مرهاو قدوس دما ناب 10 4 دقيقة ناي أنبس عقبت وبماليا ناي زي ودر بلجيماو تيمو ويليامز ب10 تشديش نطبي كعوت لانكلهم شمونت نطبي زوهل لمرهاو قدوس دما ناي ربع بوتو او حسوم نازي ودر 47 ساعة 47 دقيقة 35 كاليت زوهل لتلول ناي كولومبيا زخنت كلب مانزانا بوستبون بدرجة كانتا تعاوتات لهم بحد دقيقة 25 كاليت نستبلصت كازاخستاناويت استانا دما اب سالساي ترتقيمتا نمبل 55 غزيو زستخايد زور تركي اب مفصمتو اب صحته يا بمخنيات مبل 28 عامت بعل ناصنة إرترا بهاجراوي فدريشن كعس إجري إرترا استودبه هاجراوي ودرنا تحت 17 عامت ودر لومي سنبت 21 ميازيا أب استادي مسمرة فليمهم أبتي كوميشنر كوميشن بهالن سبورت إرترا امباسادر زمرة قلب بريزيدنت هاجراو فدريشن كعس إجري إرترا أتو إسياس أبراهام أبلات فتصامت أكل هاجراو فدريشن كعس إجري إرترا بريزيدنت سوباوين فدريشناتن كالو تعدماتن أجايشن أفكارت سبورت نسترخبوا العقاتامي أتي ودر بكوميشنر كوميشن بهالن سبورت إرترا امباسادر زمرة تقلن بريزيدنت هاجراو فدريشن كعس إجري إرترا أتو إسياس أبراهام تمرق ودحر مخفات زباتات دبوب عن سبانين صوتنا كايدن إذا صوتات متطاني زخون بقعة استرائيل أبر اسم منبارم أب استفلالي أجات أمتاتك إذن زباتات بحد جنيا زخون كعساسو حد تفتاتي لنين نايزن كلتا جانت صوتات ما كلتا بقلت تزازيمهم عن سبان الشتوتاتا قدمن دحر عرفتي كاب محمد إبراهيم هيرمان فوتس من كترقبن كلام بتمثال دب دمان تنت بزمقلا الشتوتاتا ألكسندر مسفن رويل برهان اليوم أبركتم لام أبكال تصوتات استمزجبة وتسيت مسئن ملكت ما أكل أنصار قاش بركة أبز كيرة تصوتها أب نايك ما عرفت استمزجبة شتين برن دحر عرفتي أبز غصلة تصوتها قلم تصوتها تعبلا زوعلت ما أكل نزرخبتها قلع مقطعتي حلقة كيبرون يارد كابنوي حريمه بلزتي شوت أمزجبوم بزخات صوتها بعوت ما أكل حد ببارو تزازيمهم زباطات سيميناون دوباون كيح بحرنا أبز كيرة
ፀወታ ከዓ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ቅድምን ድሕርን ዕረፍቲ ካብ ሳልሕ መሐመድን ዓብደል ቃድር ሳልሕን ብዝረኽበተን 2 ሾታት 2 ባል ተዓዊታ ሃገራዊ ውድድር ትሕቲ 17 ዓመት ጽባሕ ሶኒ ኣብ ሰዓታት ድሕረ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ብዝካየዱ ውድድራት ክቕጽል እዩ በዚ መሰረት ቀዳማይ ፀወታ ማእከል ኣንጻር ዓንሰባ ካልኣይ ፀወታ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣንጻር ደቡብ ሳልሳይ ፀወታ ከዓ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ኣንጻር ጋሽ ባርካ ክጻወታየን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ናፍቀርቲ ናይ ዛዕውዲ ነዚ ፀወታ ንኽከታተሉ ዕድሚኡ እናቕረበ መእተዊ ቲኬት ከዓ ብነፃ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም